فتاب عليه. قرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. زي ما شفتوا في بداية الفيديو ناس كتير والله بتزعل مني وبتقول لي أم منى انت بتحط صوت موسيقى والكلام ده. هو انا والله بعض الاحيان ما بكونش باخد لبالي يعني، بس انا حطيت لكم من الشيخ عبد الرحمن مسعد اجمل دقيقتين عدوا علينا كده مع تلاوة هادئة كده مع الشيخ عبد الرحمن مسعد، حاجة تشرح القلب. ربنا يا رب يجعل في ميزان حسناتنا ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله. وبعتذر منكم خالص على ان حد بيسمع صوت موسيقى ولا الكلام ده، والله ثم والله ثم والله انا طبيعة حياتي كلها دايما الحمد لله والشكر لله مرتبطة جدا بربنا، وبخاف الله في حاجات كتير جدا خالص بعملها، وخاصة الموسيقى والكلام ده والأغاني والحكاوي دي خالص ماليش فيها. والناس اللي تعرفني وقريبة مني عارفاني من كتر ما أنا بقعد أقول لا وما ينفعش وما يصحش، وبكون خالص غير راضي عن أي حاجة زي كده أسمعها. حتى الولاد لما بالصدفة يجيبوا التيك توك والحاجات اللي زي كده بتعصب عليهم وانهار عليهم يعني، وما احبهمش يسمعوا الكلام ده خالص، لان طبعا اللي يتعلق بالحاجات دي والعياذ بالله بيبعث عليها. فربنا يا رب ان شاء الله يبعدها عننا ان شاء الله باذن الله تعالى، ويقربنا من الله ويحببنا في الدين ويحببنا في القرآن باذن الله، ويجعل عيالي من الصالحين باذن الله ويهديهم ويصلح لحالهم يا رب، ويحببهم في الدين باذن الله تعالى ويحببهم في القرآن. و معلش ثانية بس بعمل لكم التليفون بعمل بس التليفون وضع الصامت عشان الصوت والإشعارات اللي بتجيني بس كده. فأنا بعتذر منكم وأنا أسفة جدا جدا جدا، ورأيكم كله على راسي من فوق، وأنا بقرأ كل الكومنتات واحترم كل الناس، وبحب الناس دايما اللي تذكرني يعني في الحاجة دي بالذات. بحبكم ان انتوا تذكروني عشان استفيد منكم ولعل وعسى يعني، وان شاء الله بإذن الله يعني يجعلوا ان شاء الله باذن الله تعالى في ميزان حسناتنا جميعا وميزان حسناتكم باذن الله، عشان بتذكروني بحاجه زي كده. شرف لي ان يكون عندي ناس محترمه وناس تخاف الله وناس تتقي الله في كل حاجه. الحمد لله والشكر لله. هو فعلا الموسيقى حرام 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 جدا جدا للي يسمعها لاي حاجه يعني. بصوا اللي بيسمعها واللي بيشغلها وكله عليه ذنوب بصراحة. ربنا يكفينا ويكفيكم يا رب شر أي ذنب، وربنا يرضى علينا جميعا إن شاء الله. ندخل في الفيديو بتاعنا كده، هو بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونزيد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. عايزاكم تحطوا لي اللايك وتشاهدوا لي بس الإعلانات، أنا طمعانة فيكم شوية يعني عشان أنتوا إخواتي وبحبكم جدا في الله. حطوا اللايك بس بالله عليكم، ومشاهدة لو الإعلانات يعني هتجل عليكم معلش وربنا يسعد قلبكم ان شاء الله يا رب، ويديمكم نعمة في حياتي. النهارده زي ما انتم شايفين كده معانا روتين كده قوي تحفيزي ان شاء الله باذن الله ينول اعجابكم، وان شاء الله باذن الله هحاول اشتغل بقدر الامكان. ربنا يا رب يقوينا ان شاء الله
واحاول بقدر الامكان اشتغل على قد ما اقدر على قناتي عشان ان شاء الله اوصل لهدفي واحقق هدفي باذن الله تعالى، واوصل اللي انا عايزاه ان شاء الله، واحقق احلامي البسيطه خالص اللي مش عايزه اي حاجه من الدنيا غير ان انا بس ربنا يكرمني كده بحلم كده، هو كلكم اكيد عارفينه. ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا. انا مش حابه اتكلم فيه طبعا دايما عشان في ناس تفتكر ان انا بقول كده عشان الناس تقف معايا ومش عارفه القلوب الضعيفه، يعني الناس اللي نفوسها ضعيفه. فانا عايز اقول لكم ان الحاجه دي بامر الله، اذا كان حد يقف معايا يبقى ربنا سخره ليا، ما حدش وقف معايا برضه ربنا اللي ما قربوش مني. فكل حاجه بامر الله سبحانه وتعالى، والرزاق هو الله، لا أحد يعني يؤمن إلا ابن رزاق هو الله فقط لا غير. ربنا سبحانه وتعالى العبد الوهاب، وربنا اللي يقول في لشيء كن فيكون. فربنا يوم ما يريد ويقول لنا كن فيكون إن شاء الله بالحلال بإذن الله تعالى، يغنينا بحلاله عن حرامه بإذن الله تعالى. يا رب يرزقنا وإياكم رزق الحلال المبارك فيه، وربنا يدينا كل ما نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى بالحلال يا رب. زي ما انتم شايفين كده المطبقية بتاعتنا اخيرا شرفت كده، زي ما انتم شفتوا معايا انا غسلتها وروقتها وروقتها خالص، وغسلتها الغسلة اللي كانت يعني غسلة يعني. وبعد كده خدها الراجل طبعا علق لها وش، بس عمل لها وش عادي يعني، قال عشان القزاز غالي وكده، وقلت عشان ما يطلقش ويتكسر تاني، فخلاص عملنا وش عادي زي النوع بتاعها كده بس. وانا اديتها غسلة كده من التراب كده، غسلة مبدئية من التراب بسيطة، ما تقلتش عليها في الغسيل. بس ثواني، بس انا حسيت التليفون خلاص هيفصل، انا هشحن شويه وهرجع اكلمك. شحنت لكم التليفون ويعني اتاخرت خالص عشان اسجل باقي الفيديو والله. الله المستعان. هي كده ام العيال يعني، مسؤوليه وضغوط. الحمد لله على كل حال. المهم بقى بعد ما غسلت المطبقيه كده وسبتها تتصفى ونشفتها كويس، رحت رصيت فيها الكوبايات، والله ولا خلوا عليا كوبايات ولا اي حاجه. كوبايات الجزاز دي يعني بصوا بتتكسر كده كل 24 ساعة، بس فعشان خاطر العيال وكده بتفلت من ايديها. فالمهم يا بنات رحت عملت شوية رز بلبن كده الصبح للفطار، يعني عندي العيال يحبوا جدا الرز بلبن ده. فانا يعني شوية ماليش ضغط على السكريات قوي، بسيط خالص لما اكل سكريات عشان انا بحب اصلا الموالح. فهم يا ماما عايزين رز عايزين رز، فلقيت شوية رز في البيت كده، هو مش كيس يعني، اقل من نص كيس كمان، بس عمل معنا كمية حلوة زي ما انتوا شايفين. وغرفت لهم كده اهو وسبتهم يبردوا شوية، وكان عندي لبن برضو وحطيت معلقة نشا وفانيليا وكده يعني، وظبطت لهم الدنيا يعني. قلت بدل ما كل يوم يفطروا طعمية فول، بصراحة يعني الطعمية والفول يعني هي نعمة ماشي، ربنا يديمها نعمة يا رب يحفظها من الزوال، بس والله بيحصل ملل كده، جسم الإنسان تحسه كده يعني ساعات بتيجي لحظات ويفصل، مش قادر ياكل أكل مكرر يوميا الصبح الفول والطعمية ده. فهو صحيح مسمار البطن وكده، بس لازم العيال تغير والناس تغير، يعني الناس عايزة تغير تمام. فقلت اغير لهم النهارده كده، وعملت لهم الطباقة زي ما انتم شايفين، وقلت سيبهم يبردوا بس. فبعاني والله خالص من موضوع المطبخ ده، عامل لي خلل في دماغي كده وتعب اعصابي. كل شغل زي ما انتم شايفين على الغسالة، واغلب المواعين سندها في الارض تحتي، هون احطه في الارض. شوية مش عارفة حلل التجيل احطها في الارض. يعني موضوع ان المطبخ ضيق برضه عامل لي ازمة نفسية. ربنا يوسع علينا وعليكم ان شاء الله، هانت باذن الله، ربنا يهونها علينا جميعا ان شاء الله باذن الله، ييسر كل امر عسير يا رب، يكرمنا ان شاء الله باذن الله بالوسع ان شاء الله جميعا. النهارده كده معايا سمك يا بنات، كانت حماتي جاية عندنا كده، وكنت بنضف في السمك عشان هتتغدى عندنا و... وكنت جايبة سمك بلدي كده زي ما انتوا شايفين، هعمل منه شوية في طاجن وهعمل منه شوية محمرين كده وهنقضيها يعني. انا عملت قبل كده السمك معاكم كتير وقليته معاكم كذا مرة، اكتر من مرة حضرته معاكم وكلكم عارفين الطريقة. ليمون كمون، شوية ملح شوية شطة، بس مش اكتر من كده ولا اقل في التتبيلة. ايوه اياد، بس ونحط عليها ليمون كده. معلش بقى الولاد بيفصلوني والله كل شوية. رشيت شوية ملح خشن كده بعد ما غسلت السمك ورشيت عليه الملح الخشن، وهعصر عليه ليمونتين، وهسيبه أكتر من نص ساعة كده يتملح في الملح عشان خاطر يدينا طعم حلو محيك كده، وانت بتاكلي السمكة من جوه تلاقيها فيها حياك كده، وتحسيها طعمها حلو كده، مش عادمة ملهاش طعم يعني. مهمة جدا التكة دي يا بنات، عشان في ناس كتير ما بتعملهاش بصراحة. انا مرة اكلت سمك عند ناس يعني لقيت اللحمة بتاعتها عدمة،
فما حبيتش السمك خالص. فأهم نقطة موضوع إنك تملح السمك كده بالملح. بعد نص ساعة كده أو أكتر تعدي عليه شوية، وبعد كده تغسليه كويس، تشطفيه كويس خالص، وتسيبيه يصفى. تكوني محضرة التوم والكمون والملح والبهارات بتاعتك وكده. يعني الكمون اكتر حاجه، الكمون والشطه اللي احنا طول عمرنا متعودين بنعمله وما غيرناهوش يعني. ويطلع احلى سمك معاك، والله بيطلع جميل جدا. هنا برضو قلت اغسل الكوتشات بتوع الولاد الصغيرين، طبعا بيستهلكوا كده اما ينزلوا الشارع، عدوا في طينة، عدوا في مية مرشوشة، خاصة في الصيف الناس بتغرق الأرض مية، الشوارع بتبقى مليانة مية. فالمهم العيال طينوهم كده الكوتشيهات، أنا يعني هغسلهم وأعينهم لهم يعني للعيد وكده، عشان خاطر خلاص كل سنة وانتم طيبين. عيد قرب، عيد الأضحى إن شاء الله بإذن الله يا رب يجعله عيد بخيت على العباد إن شاء الله جميعا. فقلت إيه أغسلهم بالمرة كده وأشيلهم لهم. بتاع حمزة وبتاع إياد، وفي واحد تاني برضو بتاع إياد برضو قلت أغسله. زي ما قلنا وقلنا كتير يعني ان الراعي الرسمي معانا للتنظيفات هو الكلوركس. الكلوركس حلو جدا في الغسيل، وكفيل يقضي على اي حاجة معاك يعني، وبيعقم في نفس الوقت. بس فنقطتين كده زي ما انتوا شايفين، عاملة رغوة حلوة خالص معايا، وبالفرشة بتاعت السجاد ده هي، وغسلتهم غسلة محترمة كده، ما كملوش نص ساعة. ربنا يا رب ينجينا ويجرنا وإياكم إن شاء الله بإذن الله تعالى من عذاب النار. الشمس درجة الحرارة يعني وديت العيال الدرس الصغيرين، رجعت باخد نفسي بالعافية قسما بالله العلي العظيم. أنا شوية وكنت خلاص يعني هسيح كده، تعبت جدا جدا جدا. العيال الكبار اللي بيروح الشغل ومش عارف ايه مضغوطين يعني. فطبعا انا العيلة هم العيال الصغيرة، ومنا كتر خيرها في الامتحان وجاي من درس الامتحان لدرس كده يعني. فانا نزلت طبعا اودي العيال الصغيرين في الدرس واستنيتهم. والله دخلوا جوا قعدت انام على الكرسي، قعدت انام لحد ما خلصوا الحصة. وقبل كده برضو وديتهم الحصة اللي فاتت، جيت اقعد على الكرسي، الكرسي كانت رجله مكسورة، رحت وقع في الارض، جيت على يدي وجيت على ظهري، والله العظيم تاني قعدت ابكي زي العيال الصغيرة. فقعدت اقول طب يا رب ليه انا اودي العيال الصغيرة الدرس؟ يا رب طب انا انزل ليه بالعيال الصغيرة؟ ابص الاقي يعني ابوهم برضو في شغله، العيال الصغيره لازم عايزه حد يوديها عشان تحدي الجسر. الجسر بعيد عليهم عشان يوديهم درس. لو جبت المدرس في البيت عايز فلوس قد كده، والواحد ما يقدرش الامكانيات دي كلها، في مسؤوليات علينا كتير في البيت. فالواحد اصبح في حيره والله. اما وقعت بقى عشان تجلي الجسم وكده، نزلت كده دبيت دب على الارض، يعني اتكسفت كسفه واتحرجت وبكيت، محدش يعني شافني. بس اياد كان واقف جنبي، والله العظيم بكى عليا، قعد يبوس فيا يقول لي يا ماما، ماما ما انا زعلت خالص عليك يا ماما، افتكرك متي. والله قلت لا اله الا الله يا ابني، هروح فيلم الموت؟ الموت حق علينا اصلا، الموت اساسا حق. فقعدت يعني الحمد لله حمدت ربنا ان ايه، قعدت طول الليل بس اقول تعبت جدا، ظهري ده يعني كدمات شديدة، ويدي الحمد لله برضو. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله الخطأ ونصيب، وربنا إن شاء الله كل خطوة بنخطيها لأجل عيالنا. ويعني أصلا العمل عبادة، العمل ده كله اللي احنا بنقوم بيه ده عبادة. مفيش حاجة اسمها خدامة ببيتك ولا الكلام ده، هو مفيش حاجة اسمها الناس بتكتب الأم خدامة، لا، الأم ده واجب عليها في البيت إن هي تقوم بكل الواجبات والمسؤوليات، ده من الدين. والأب برضه ليه واجبات بيقوم بيها، كل واحد عليه حاجة بيعملها. ونحمد الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى أتانا من البنين والبنات، والحمد لله إن ربنا رزقنا بالذرية الصالحة. الحمد لله إن ربنا قرر عيننا وادانا. ربنا إن شاء الله ما يحرم أي حد يا رب، وربنا يدي كل مشتاق بإذن الله تعالى، ويرزق كل الناس بحق لا إله إلا الله. نحمد الله على النعم التي لا تعد ولا تحصى، نحمد الله على كل شيء. نحمد الله على الستر تحت 4 حيطان وتحت سقف يعني مستورين. نحمد الله على ان احنا بنلاقي اللقمة، ونحمد الله احنا بنلاقي النوم، ننام في راحة وامان. نحمد الله على كل شيء. نبص لاخواتنا في اهل غزة، ربنا يا رب ينجيهم بحق لا اله الا الله، ربنا يرفع عنهم الكربات يا رب، ربنا ينجيهم يا رب بحق لا اله الا الله يا رب. يا رب ينجيهم يا رب، يا رب ينجيهم يا رب بحق لا اله الا الله. أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب.
فاحنا نحمد الله عز وجل على نعم لا تعد ولا تحصى. نحمد الله على كل شيء يا رب. قعدت اقول للعيال من شويه شفتوا درجه الحراره عامله ازاي؟ شفتوا الحر النهارده كان شديد جدا. الله اعلم 44 ولا والله تطلع على ولا 48 حتى وتعدي. درجة الحرارة في الجو شديدة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اللي يطلع بالنهار كده طلعت برضه عشان اجيب طلبات للبيت. يعني مش عايز اقول لكم ان انا كان هيغمى علي من شدة الحر والله العظيم. الناس كانت بتطير في الشوارع. فالحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب على نعمك، الحمد لله على سترك، الحمد لله على كل شيء يا رب. احمد الله يا جماعة، احمد الله على اللي انتوا فيه يا جماعة، احمد الله على الرزق والصحة والستر والبركة. وان انت لاقي بصي لو والله والله لو رغيف عيش في البيت وشوية ملح وطماط مايه اللي كنا ناكلهم زمان والله ونستر بيهم قسما بالله العلي العظيم. فاحنا في نعمة والله، في نعمة على اللي بنشوفه وبنسمعه. الحمد لله على نعمك لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد على السراء والضراء حتى ترضى يا ارحم الراحمين يا رب. صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده يا بنات انا طريقة السمك ده هي يعني حلوة خالص خالص خالص. اللي حابة تعمل طريقة السمك الصعيدية دي اللي على اصولها دي انا اتعلمتها من امي الله يمسها بالخير يا رب اديها الصحة وطولة العمر ويبارك لنا فيها. فانا متعلماها من امي بصراحة. كنت اشوف امي تعمل كده. المهم لقيت شوية فريق كده في المية السخنة على النار اديتهم غلوة وصفتهم غسلتهم اكتر من غسلة كده عشان الترابة وكده واي حاجة تلاقيها فيهم. وبعد كده عصرتهم ورشيتهم في قلب الصينية او في طاجن. والسمك البيض اللي عندي ده هو انا حمرته وحطيت له التومه وحمرته على النار عادي جدا كانك بتقلي سمك. بس ما اتكتش عليه في السوا يعني اعتبريه نص سوا كده عشان يطلع بقيمته الغذائيه كده وما ينشفش معانا. رصيته برضه في الصينيه زي ما انتم شايفين. وانا حسبك الصلصه بتاعتي كده هو عباره عن طماطم وبصل عادي جدا الصلصه بتاعتنا العاديه. ورميت فيها حته تومه في الاخر كده لينه. وبعد كده نية يعني. وبعد كده نزلت بيها على الصينية بتاعتي. بس انا يعني بصراحة تعذبت شوية. سبحان الله ولا اله الا الله ماليش حظ في البوتاجازات. يعني العين دلوقتي اصبحت العين الجديدة الحديثة. بيقول لك قال عشان البوتاجاز قال ما يفرقعش وكده بقت بدل ما عين البوتاجاز عين للفرن وعين للشواية بقت عين واحدة تعمل الاتنين. فالمهم الحمد لله فضلت فترة طويلة ماسكاها عشان خاطر اوصل بس لمرحلة السوا دي كل شوية تفصل. بس وعملت كيكة كده حلوا بيها. يا رب يا بنات تحطوا لي لايك وما تبخلوش عليا بحبكم في الله. ربنا يجازيكم خير ان شاء الله باذن الله. ونفسي حلمي يتحقق واوصل لنا في اللي انا عايزاه يعني ان شاء الله باذن الله. ما فيش حاجه بعيده عن ربنا. وبوقفتكم معايا وبدعمكم ووقفتكم معايا في قناتي عشان تكبر وتتشاف. وان شاء الله نحقق احلامنا البسيطه مع بعض باذن الله تعالى. والحمد لله على نعم ربنا التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله يا رب. تفضلوا معايا. أتمنى فيديوهاتي تكون بتعجبكم إن شاء الله تستفيدوا من الحلو كله بحق لا إله إلا الله. استودعكم الله.